الكتاب اللي هنتكلم عليه في الفيديو ده بيتكلم في حته مهمه جدا، وهي ان حضرتك عايش حياتك اليومين دول او عايش حياتك بتفكر في حاجتين، وهي الحاجتين دول اللي شاغله كل تفكيرك واللي مسببه لك الم نفسي وتعب نفسي. اول حاجه بتفكر فيها الزعل من الماضي او الزعل في الماضي، بتزعل على الماضي بكل تجاربه بكل الامه بكل الحاجات الوحشه اللي حصلت فيه. الحاجه الثانيه اللي بتفكر فيها هي المستقبل، او انك خايف من المستقبل، خايف من بكره، مش عارف ايه هيحصل بكره، مش عارف ايه هيحصل في المستقبل. ده مسبب عليك ستريس او مسبب عليك الم نفسي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد مع كريم نور. في البدايه حابب اعتذر لان انا ليا فتره ما صورتش فيديوز، تقريبا اسبوعين. انا اسف جدا، ولكن والله كان غصب عني، معايا ضغط كليه ومحاضرات والكلام ده. ان شاء الله هنحاول ان احنا نعوض الكلام ده الفتره الجايه. الكتاب اللي هنتكلم عليه النهارده اسمه ذا باور اوف ناو، صاحب الكاتب المعروف والشهير جدا إيكهارت هول. إيكهارت هول ده كاتب اصله الماني ولكن عايش في كندا. الكاتب ده قوي جدا وتقريبا ليه اكتر من حاجه. فكره الكتاب ده جت للكاتب ازاي؟ اصلا هو الكاتب راح ينتحر، هيموت نفسه خلاص، كان في ال30 من عمره، ولكن قبل ما ينتحر فكر في حاجه واحده بس: انا ليه ما اعيش اللحظه؟ يعني انا ليه مثلا بدل من ان انا افكر في الماضي وافكر في المستقبل، انا ليه ما اعيش اللحظه دلوقتي؟ اعيش اللحظه اللي انا موجود فيها. والفكره دي نغزت حياته والفنا الكتاب ده ذا باور اوف ناو. كتاب قوي جدا، والكتاب تقريبا واخد على جود ريدز 4 وحاجه من 10 نجم او حاجه زي كده، يعني حاجه جامده. ان شاء الله هنقول الخلاصه بتاعت الكتاب ده، وهنقول ازاي ولا تفكر في الماضي ولا تفكر في المستقبل وتعيش اللحظه، تعيش اللحظه اللي انت موجود فيها. في البدايه نظره الكاتب او النظره العامه للكتاب، ان الكاتب بيقول لك ان مفيش حاجه اسمها ماضي ومفيش حاجه اسمها مستقبل. يعني الماضي او المستقبل دي حاجه مش موجوده اساسا، الكلام ده كله في دماغك، انت في دماغك في الماضي والمستقبل، ولكن انت حاليا عايش في اللحظه دلوقتي، مش عايش في الماضي ولا عايش في المستقبل، انت عايش دلوقتي. يعني انت كل اللي في ايدك وكل اللي تقدر تسيطر عليه هي اللحظه اللي انت موجود فيها دلوقتي. يعني انت ما ينفعش ترجع للماضي وتلعب فيه او انك تحاول انك تصلحه، وبرده ما ينفعش انك تنط للمستقبل على طول وتصلح فيه الحاجات، تعمل فيه حاجات نفسك تعملها او نفسك انك تحققها. كل اللي في حيلتك وكل اللي في ايدك دلوقتي هي اللحظه اللي انت موجود فيها. الكاتب بيشير للنقطه دي في معادله شهيره جدا، او معادله هو اللي حاططها بصراحه. هي بتقول لك ايه: the life equal right now. الحياه بتساوي اللحظه اللي انت موجود فيها، يعني اللحظه اللي انت موجود فيها بس هي الحياه. وهنا بقى نسال سؤال مهم جدا، سؤال تقريبا هو صلب الموضوع: احنا ليه لما بنفكر في الماضي او لما بنفكر في المستقبل بنحس بالم نفسي؟ ليه بيبقى في الم نفسي في الموضوع؟ خلينا برضو نقول سؤال هنا، وهو ايه هو الالم النفسي؟ الالم النفسي ده بيتكون من ايه؟ بص يا صديقي، الكاتب بيقول لك ان الالم النفسي دي حاجه حصلت انت مالكش اي دخل بيها، يعني دي حاجه حصلت في الواقع اللي انت عايش فيه، ولكن انت ما كانش ليك دخل بيها خالص. لما حصلت اتضايقت او زعلت وسببت لك الم نفسي. نقول مثال عشان خاطر نوضح الحته دي: انت مثلا حد اتنمر عليك، حد بيقول لك كلام وحش، حد بيعاملك بطريقه مش كويسه، حد لا قدر الله انت كنت بتحبه وتوفى، اهو انت حاجه دي مالكش علاقه بيها، يعني انت مالكش علاقه في اللي قال لك كلام وحش او اللي هو توفى، بس برضه بما ان هي حصلت سببت لك الم نفسي، سببت لك تعب. طيب الالم اللي سببته لي ده لو ما عرفتش اتعامل معاه او ما عرفتش اتاقلم معاه واعديه واسيبه، هيتراكم عليك، هيتراكم هيزيد، وهتوصل للمرحله اللي احنا بنتكلم عليها، وهي الالم النفسي، ان انت عندك الم نفسي، وهي برضه المتراكم عليها ان انت بتفكر في الماضي وهتفكر في المستقبل وكل الكلام اللي احنا قلنا عليه ده. طيب السؤال المهم هنا: ازاي اتخلص من الالم النفسي؟ بطريقتين يا صديقي وبساط جدا ان شاء الله. اول حاجه انك تتقبل الموقف، او انك تتقبل الالم اللي انت موجود فيه. المثال مثلا بتاع الحد المتوفي ده، تقبل اللي حصل وازعل، ازعل جدا كمان، ده حقك، ولكن تقبل انه هو زعل وهيعدي. انا هحاول ان انا ازعل الفتره دي، ولكن برضو انا متاكد ان انا هعدي من الفتره دي. الطريقه الثانيه اللي بيها ازاي تعدي الالم النفسي او ما يبقاش عندك الم نفسي: تخلص من الايجو، تخلص من الغرور، الكبرياء بتاعك. النقطه دي هنتكلم عليها بالتفصيل شويه كده، ولكن انا عايز اقول لك ان موضوع الايجو او موضوع الكبرياء اللي عندك ده تقريبا من الحاجات الاساسيه جدا اللي مسببه لك تعب نفسي. فلو عرفت انك تتعافى منه، ان شاء الله هنقول ازاي تتعافى منه في شويه. يا باشا انت مساء الفل ما عندكش الم نفسي، او صباح الفل لو بتسمع الفيديو بالنهار. طيب ايه هيحصل مثلا لو انا عملت كل الكلام اللي انت قلت عليه ده كريم، وبرضه ما عرفتش اتخطى الالم النفسي، وبرضه ما عرفتش اتاقلم مع الوضع، وبرضه في تفكير، وبرضه في الم نفسي؟ كاتب هنا بيقول لك ان الالم النفسي هيصاحبه او هيترتب عليه الم جسدي، بين بادي. طب ايه هو الالم الجسدي ده؟ الموقف اللي حصل معاك، وممكن يكون موقف كمان بسيط حصل معاك وما عرفتش تتخطاه او ما عرفتش انك تعدي وتشوف بعده وتكمل حياتك. الكاتب بيقول لك ان الموقف ده هيتراكم يتراكم 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 لحد ما توصل في مرحله ان هيحصل معاك موقف، وممكن يكون موقف صغير، ولكن الرياكت بتاعك او رده الفعل بتاعك على الموقف اللي حصل ده انت ما كنتش مستوعبها اساسا، او انت ما كنتش متخيلها. يعني حصل موقف صغير، ولكن انا الرياكت بتاعي كان كبير جدا، وتعصبت كتير جدا، وعملت حاجات مش كويسه كمان. ممكن الرياكت الكبير اللي حصل من الموقف الصغير ده بيسموها لحظه انهيار، انت انهارت خلاص، انت جبت اخرك. نقول مثال علشان نوضح الفكره. المثال مثلا بتاع ان حد بيتنمر عليك، او انت وفي العيله بيقولوا كلام سخيف عليك، ممكن يكون كلام هم بيهزروا اصلا او بيضحكوا، ولكن انت بتاخد في نفسك وبتتضايق. ممكن في البدايه انت ما كنتش تعمل رياكت عالي، او ما كنتش توقفهم مثلا او تقول لهم ستوب ما تكلمونيش كده تاني، لا انت كنت مثلا تضحك، تاخد في نفسك وتسكت، يعني اللي هو تكتم في نفسك وتسكت. ممكن يكون حصلت معاك، ولو ما حصلتش معاك اوعدك انها هتحصل معاك. لو انت بتكتم في نفسك المواقف الصغيره او اللي انت شايف انها صغيره، وتقول يا عم خلاص باخد في نفسي، اكتم اكتم اكتم، هتيجي المرحله الموقف ده هيتكرر، وهو ان في حد مثلا هيتنمر عليك، او حد في العيله هيقول لك كلام سخيف، انت بقى هتوصل لمرحله اللي هو الرياكت بتاعك هتصيح، اللي هو انت ممكن تقوم تزعق، ممكن تمد ايدك، تتنرفز، بمعنى تتنرفز يعني اللي هو تعمل تصرف هم مش متعودين عليه ولا انت نفسك متعود عليه. ولكن زي ما قلت لك ان الالم اللي انت فيه او اللي انت مش عايز تظهره للناس بيتراكم 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 لحد ما وصلت لحظه الانهيار. الرياكت الكبير اللي انت عملته
مع العيله او اللي انت عملته مع اللي بيتنمر عليك ده، هو ده مش بسبب الموقف الصغير، يعني الموقف الصغير عادي انت عديت زيه كتير، ولكن انت ما عرفتش تتخطاه في اللحظه، فتراكم جواك، تراكم لحد ما وصل للرياكت الكبير. هو ده ببساطه شديده مشكله البين بادي او الالم الجسدي. طيب ازاي اتعافى من الالم الجسدي او ازاي احل موضوع الالم الجسدي بتاعي ده؟ الحل في الكتاب هنا في فتره اسمها فتره التنوير. التنوير دي يا صديقي ببساطه جديده، وهي انك تركز على اللحظه اللي انت موجود فيها، تخلي عقلك وقلبك وكل حاجه مركز على اللحظه اللي انت موجود فيها، المكان اللي انت موجود فيه والزمان، قاعد مع مين، قاعد فين، تركز على الحاجات حواليك. اهم حاجه في الحته دي انك ما تربطش الموقف اللي حصل لك او الحاجه اللي انت عايش فيها دلوقتي في حاجه وحشه حصلت لك، او ما تربطش الالم اللي تسبب في اللحظه اللي انت موجود فيها بالم هو اوريدي موجود عندك. الحاجه دي هتحصل لما تخلي عقلك يركز على اللحظه اللي انت موجود فيها، المكان اللي انت موجود فيه. يعني انا مثلا، انا حاليا الموقف اللي انا موجود فيه او المكان اللي انا موجود فيه، ترابيزه مثلا، سرير، بلكونه، انا مخلي عقلي يركز مع الحاجات حواليا في اللحظه اللي انا موجود فيها، مش بخليه يغيب ويروح للماضي. لو خليته يغيب هيجيب التجارب الوحشه بتاعه الماضي، هيلينكوا مع بعض، هيسبب لي الم، والالم هيفضل يتراكم زي ما قلنا في النقطه اللي فاتت، لحظه انهيار والكلام ده. ولكن انا حلي ان انا اركز دلوقتي. لو انا مثلا موجود في كافيه، طب مثلا الويتر راح هنا مثلا، طب الترابيزه اللي جنبي مثلا قاعده اهي، الناس اللي موجوده هنا بتفرح، الناس بتضحك، الكلام ده، انا هجبر عقلي ان انا اركز دلوقتي، مش هخليه يفكر في اي حاجه غير اللحظه اللي انا موجود فيها دلوقتي. هنيجي دلوقتي لحته الايجو، وما هو الايجو وازاي اتعافى من الايجو. بص يا صديقي، الموضوع بالنسبه لي بسطته، اللي هو انت جواك يا صديقي في حد تاني، يعني انت وجواك في حد تاني. الحد التاني اللي جواك ده بيتعامل بكبرياء، بيتعامل بفخر، بيتعامل بتناكه، اللي هو شايف ان كل حاجه كامله، ان هو جواه عايز كل حاجه تبقى كامله. انت مثلا لو اتحطيت في موقف، الموقف ممكن يكون سيمبل، في الطريق عادي، في الشارع، في اي مكان، حد قال لك كلمه، انت العادي المفروض انك ترد في لحظتها وعادي قشطه، ولكن انت جواك في حد لازم يرد احسن رد، لازم يتعامل احسن تعامل، لازم مفيش حد يتعامل زيه وهو يبقى احسن حد. فممكن يكون الشخص اللي قدامك ده قال كلام ممكن يكون عادي ونورمال جدا او اللي هو طبيعي جدا، ولكن علشان الشخص اللي جواك ده بيتعامل بفخر وتناكه والكلام ده، هتلاقيه ممكن يرد على الشخص ده برد مش لطيف. طيب الحل بتاع الكبرياء ده ايه؟ بص يا صديقي، خليني اقول لك العقل بتاعنا بيتعامل ازاي او بيفكر ازاي. الموضوع ببساطه شديده ان العقل بتاعك فيه جزئين، كونشس وانكونشس، العقل الواعي والعقل اللاواعي. مش هتطرق للموضوع ده لان الموضوع ده كبير جدا، ولكن العقل الواعي هو العقل اللي بيقوم بالفعل اللي انت عملته حاليا، اللي انت عملته هو ده العقل الواعي. يعني مثلا انت عطشت هتروح تشرب، انت كده بتفكر بالعقل الواعي. العقل اللاواعي بقى هو العقل اللي ورا، المستخبي ورا. سيجموند فرويد بيقول ايه؟ ان العقل اللاواعي ده هو المكان اللي بيبقى فيه الضلمه، واللي هو بيبقى فيه الحاجات الوحشه، التجارب الوحشه، الالام الوحشه، كلها بتبقى في العقل اللاواعي. طب ازاي بقى اخلي عقلي يفكر في اللحظه اللي انا موجود فيها وما يتطرقش لموضوع العقل اللاواعي ويروح للمكان الضلمه والوحش ده؟ اول حاجه لازم تعملها انك تسمع لكلام جسمك، اسمع لجسمك عايز ايه، او اسمع لكلام جسمك عايز ايه وطبقه. يعني مثلا الموقف الصغير ده، لو انت شايف جواك ان انت المفروض انك ترد والمفروض انك تقول الكلام، قول الكلام اللي جسمك قاله لك. يعني انت مثلا اتحطيت في موقف والرد مثلا جواك ان انت مثلا هتقول كذا كذا كذا، ولكن انت ما قلتش كذا، يعني انت طلعت كلام غير اللي انت موجود جواك. لا، هنا بقى الكاتب بيقول لك ان انت تقول الكلام اللي جواك، ما تخليش اي حاجه جواك، ما تدسش حاجه في نفسك جواك، لان الحاجه دي زي ما قلت لك انها هتتراكم. مثال تافه جدا او مثال بسيط جدا، جسمك لما بيقول لك مثلا انك عايز تروح الحمام، ما تنفضش لجسمك، لا روح الحمام واخلص، علشان ما يسببش عليك ستريس وما يسببش عليك ضغط انك تروح الحمام. انا بقول مثال بسيط، ولكن انت على اي حاجه في حياتك عموما. جسمك مثلا بيقول لك انك تذاكر، انا اسف ولكن لازم تذاكر، لازم تذاكر عشان تتخلص من التفكير او تتخلص من الحاجات السوداويه اللي جسمك هيحطها لك او الالم اللي هيحطه لك جسمك. ثاني حاجه عشان تتخلص من الحته دي وعلشان نخلص الفيديو كمان، هي ما تحكمش على حد، بطل انك تحكم على حد. حته ان اي حد بياخد فعل قدامك، انت بتفكر بعقلك ان بيعامل الفعل ده علشان خاطر حاجه مستخبيه، وفي العموم الحاجه دي بتبقى وحشه. يعني مثال، الشخص اللي بيعاملك كويس، انت ممكن يكون بعقلك او جوه في عقلك انت بتقول لا الشخص ده بيعاملني كويس عشان عايز مني مصلحه وعلشان عايز مني موضوع، رغم انه ممكن يكون الشخص ده بيتعامل معاك كويس علشان هو شخص كويس. ليه ما فكرتش في كده قبل كده؟ هنا بقى الكاتب بيقول لك انك ما تحكمش على حد، لا انت مالكش دخل باي حد، انت خليك في اللحظه اللي انت موجود فيها وتعامل على قد الموقف اللي انت اتحطيت فيه واللي انت موجود فيه. يعني ما تحكمش على افعال الناس من خلال التجارب بتاعتك الماضيه او من خلال حاجات وحشه حصلت لك، لا انت حد اتعامل معاك بطريقه كويسه عامله بطريقه كويسه خلاص. ما تحكمش على حد، ما تخليش العقل اللاواعي او العقل اللي بيخلي كل حاجه ضلمه ده ياثر فيك وياثر على افعالك، لا اتعامل في اللحظه اللي انت موجود فيها. انا كده خلصت، يا رب تكون استفدت. في اخر الفيديو عايز اقول لك thank you very much for watching and see you soon يا برو، باي.